الشخص اللي بيقلل منك بالذات لو قدام الناس يعني ده بيكون غرضه ايه؟ يعني لو انت بتعمل انجاز ما او بتحقق حاجة معينة في شغلك او دراستك وبتلاقي فيه ناس مبسوطة منك وبيمدحوا فيك، بس في شخصيات كده بيقللوا من قيمتك ومن قيمة اللي انت بتعمله. انت في الموقف ده المفروض ما تزعلش، بل بالعكس المفروض تزيد جواك مستويات الرضا عن نفسك، لان لو في حد بيقلل منك ده معناه ان انت زدت والحاجة اللي انت بتعملها لها قيمة. واللي بيقلل منك ده اصلا ما بيبقاش شايفك، هو بيبقى مجرد شايف فيك الحاجات اللي نفسه يحققها بس مش قادر. عالم النفس ألفريد أدلر بيقول إن المحرك الأساسي لينا كبشر هو الهروب من عقدة النقص. الشخص اللي زي ده بيبقى عنده شعور خانق بالدنيوية، ولأنه مش عارف يعلي من قيمته الحقيقية بيستسهل بإنه يهد من قيمتك أنت عشان يحس ولو لوهم بسيط إنه أعلى وأفضل. زيجموند فرويد بقى بيسمي السلوك ده بالإسقاط. بيبقى الشخص عنده عيوب وفشل في نفسه مش عارف أو خايف يواجههم فبيسقطهم عليك أنت وبيتهمك بيهم. أو بحسب مدرسة كارل يونغ أنت ممكن تلامس الظل أو الجزء المظلم المكبوت جوه شخصيته اللي بيكرهه في نفسه بس بيحاربه فيك انت. طيب برضه عايز منك ايه بالظبط؟ اكيد مش عايز يدمرك، هو عاوز يثبت ذاته من خلال ردود افعالك. فلو انت بدأت تهتز او بدأت تشك في نفسك، تبرر او تدافع عن نفسك وعن موقفك، هو بالكلام ده هيغذي قوته الزائفة. طبعا قول لي بقى انت رد فعلك ممكن تكون ازاي؟